وبازلها بكرا، نفس الشيء، يعني الناقة الكبيرة البازل تعود ماذا؟ بكرا صغيرة، ناقة الجاهلية، كلها كنايات عن عودتهم إلى الجاهلية، يعني ارتداد. ثم فتح الله عليها الفتوح، فتح على قريش ماذا؟ الفتوحات، فأثرت بعد الفاقة، صارت ثرية بعدما كانت فقيرة، وتمولت بعد الجهد والمخمصة، تمولت، صار عندها مال بعد الجهد وماذا؟ والمخمصة، يعني الجوع. فحسن في عيونها الإسلام، قالوا والله خوش هذا الإسلام، يجيب يعني يجيب فلوس، يجيب أكل، يجيب دنيا، يجيب جواري، فتوحات بعد، وما أدراك ما الفتوحات، كل واحد صار ثري وكل واحد صار غني. قال هذا زين، خوش فكرة، خوش إسلام هذا. فحسن في عيونها من الإسلام ما كان سمجا، وثبت في قلوب كثير منها من الدين ما كان مضطربا، وقالت لولا أنه حق لما كان كذا، لما حصلنا كل هاي الغنائم. ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتها وحسن تدبير الأمراء القائمين بها، فتأكد عند الناس نباهة قوم وخمول آخرين. قالوا صراحة كان عمر بن الخطاب نبيها، فتح لنا فارس، مع أنه ما فتح فارس، بس أمير المؤمنين عليه السلام يقول شنو؟ نسبت هذه الفتوحات إلى ماذا؟ إلى حسن تدبير ولاتها. هم يعني خوش خطط كان عندهم سياسية، نظرة ثاقبة يعني سياسية وعسكرية. الذي حصل فتأكد عند الناس نباهة قوم وخمول آخرين، آخرين خمل ذكرهم، فكنا نحن ممن خمل ذكره، احنا أهل البيت، لأن ذولاك استفردوا بعد خلص، والناس هم طلاب الدنيا فجروا وراءه، جروا وراء أبي بكر وعمر وعثمان وحتى بني أمية، لأن الدنيا معهم، الدنيا معهم. فكنا نحن ممن خمل ذكره وخبت ناره وانقطع صوته وصيته، حتى أكل الدهر علينا وشرب، خذلنا رحنا، ومضت السنون والأحقاب بما فيها، ومات كثير ممن يعرف الحق، ماتوا هؤلاء، مات أبو ذر ومات سلمان ومات المقداد، هذول كانوا يعرفون الحق عند من؟ ونشأ كثير ممن لا يعرف، جيل جديد صعد، جيل جديد نشأ، فتح عينه الحاكم عمر، ما يعرف غير عمر بعد، منو بعدين يبلغ يقول له أنه ترى لا هذا حاكم مو شرعي، الحاكم الشرعي موجود ببيته مقيد محاصر في المدينة المنورة، وهذا الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله. وين هؤلاء يعرفون بعد؟ وين؟ وما عسى أن يكون الولد لو كان، شنو يقدر يسوي هذا الولد الذي لو افترضنا كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وعاش؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقربني بما تعلمونه من القرب للنسب واللحمة. من قال النبي قربني تجاهه لمجرد أني قريب منه نسبا ولحمة، أنا ابن عمه؟ لا، ولا كان يقرب ابن عباس مثل ما كان يقربني مثلا، بل للجهاد والنصيحة، قربني لأني مجاهد أنصح أعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. أفتراه لو كان له ولد هل كان يفعل ما فعلت؟ وكذاك لم يكن يقرب ما قربت، ثم لم يكن عند قريش والعرب سببا للحظوة والمنزلة، بل للحرمان والجفوة.
يقول لو كان عنده ابن حاله يصير مثل حالي، لمجرد أنه ينتسب إلى النبي يعني راح يتركوه يصير زعيم عليهم؟ كلا، هذا أنا أمامكم رسول الله قربني مع ما تعلمونه من قرب النسب. وشنو سووا بي؟ هم حرموني، هم جفوني، فكذلك يصنعون بابن رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو الفرق؟ وبالفعل هذا الحسين ابن رسول الله، ايش سووا بي؟ احترموه، حفظوا حرمته. اللهم إنك تعلم إني لم أرد الإمرة ولا علو الملك والرياسة، وإنما أردت القيام بحدودك والأداء لشرعك ووضع الأمور في مواضعها وتوفير الحقوق على أهلها والمضي على منهاج نبيك وإرشاد الضال إلى أنوار هدايتك. إذن هذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام يدفع استبعادك يا ابن أبي الحديد، يدفعه كلية. أنت اللي تستبعد تقول لا يستبعد منهم هالشكل، يجرون فضائع على بنت النبي. أمير المؤمنين عليه السلام لا، يقولون يسوونها ويقتلون ابن النبي لو كان عايش، وطلب هذا الأمر. زين، رد آخر على ابن أبي الحديد ما هو؟ الرجل أيضا زعم انفراد الشيعة برواية مصائب الزهراء، هذه التفصيلية مو الشكل، وإن كان تناقض في كلامه وقال أيضا جماعة